بص يا سيدي، فيلمنا النهاردة مش مجرد قصة عادية، ده رحلة هتاخدك وتطير بيك في دماغ واحد اختار الفلوس والمناصب على حساب قلبه. اربط الحزام يا معلم وهات كوباية الشاي بتاعتك، عشان اللي هتشوفه النهاردة هيخليك تعيد حساباتك في الحياة كلها. القصة بتبدأ بمشهد درامي في مطار جون كاندي. البطل بتاعنا جاك وحبيبته كيت واقفين حاضنين بعض كأن القيامة هتقوم. الاتنين دول عايشين قصة حب من أيام الجامعة، بس اللحظة دي هي لحظة الفراق. قلبي مقبوض من اللي جاي. جاك مسافر لندن عشان يبدأ تدريب لمدة 12 شهر في شركة مالية تقيلة اسمها باركليز. كيت مرعوبة، حاسة إن لو جاك ركب الطيارة دي قصة حبهم هتنتهي وتلبس في الحيط. جاك بيحاول يطمنها وبيفكرها بالخطة اللي رسمينها لمستقبلهم بالمسطرة. بيقول لها إنها هتدخل أحسن كلية حقوق وهتمسك تدريب محترم، بس كيت مش في دماغها لا كارير ولا خطط. هي كل اللي هممها حبهم وعايزاه يفضل جنبها، وبتقول له لو عايز تعمل حاجة عظيمة بجد ارمي الخطة دي في الزبالة. جاك بيبوسها بالراحة وبيقول لها إن حبهم أقوى من أي مسافات، وبيبص لها بصة أخيرة ويلف وشه ويمشي ناحية بوابة الطيارة ويسيب كيت واقفة لوحدها بتعيط. بتعدي 13 سنة بحالهم، وبنلاقي جاك بيصحى في شقة بنت هاوس فخمة جدا وجنبه واحدة اسمها باولا. بيتمطع كده وبيسألها لو ينفع يشوفها بالليل، بس باولا بتفكره إن النهاردة ليلة الكريسماس وإنها رايحة تزور أهلها في نيوجيرسي. جاك بيهز كتافه ولا كأنه هنا، بيلبس وبياخد بعضه وينزل. في الأسانسير بيصبح على جارته السيدة بيترسون اللي بتبتسم له بأدب، وتحت في اللوبي البواب توني بيصبح عليه. جاك كعادته راجل أعمال مل هدومه، بيديله نصيحة سريعة في البورصة قبل ما يخرج. بيركب عربيته الفراري السوداء الشيك جدا وبيطير بيها على مكتبه. أصل الدنيا بتكافئ اللي قلبه مكسور بعربية فراري. دي الخلاصة، جاك دلوقتي بقى حوت من حيتان السوق، رئيس تنفيذي لواحدة من أكبر 500 شركة في العالم. في اجتماع مجلس إدارة تقيل قاعد بيشرح استراتيجيات التداول وإزاي يظبطوا العملاء الكبار. بيلمح واحد من المديرين اسمه آلان سرحان ومش معاه. لما جاك بيسأله في إيه، آلان بيعترف إنه بيفكر في عيلته عشان وعدهم يتعشى معاهم في ليلة الكريسماس. جاك بيتبس بسخرية وبيقول لآلان إنه باصص تحت رجليه، وإن الصفقة دي أتقل من إننا نشتت انتباهنا. كلها يومين وهيعلنوا عن أكبر اندماج شركات في تاريخ أمريكا كله. لما آلان بيتأسف جاك بيضحك وبيقول له أنت المفروض تبقى طاير من الفرحة مش زعلان، عشان مكافأة الكريسماس السنة دي هتبقى شيك بمليارات. أصل هديته بتيجي ومعاها 10 أصفار. الاجتماع بيخلص الساعة 8:30 بالليل، وسكرتيرة جاك بتبلغه إن في واحدة اسمها كيت بتحاول توصل له. جاك بيسكت لحظة، بيتفاجئ. بيشرح للسكرتيرة إن كيت دي كانت حبيبته أيام الجامعة، الست اللي كان على وشك يتجوزها من 13 سنة. السكرتيرة بترفع حاجبها مستغربة فكرة إن حوت زيه ممكن يستقر ويتجوز. بتقول له أكلمها لك، بس جاك بيوقفها، مش عايز يفتح دفاتر قديمة ويقلب على نفسه المواجع. في اللحظة دي بيدخل بيتر رئيس مجلس إدارة الشركة. جاك بيسأله يعمل إيه لو حبيبة قديمة كلمته فجأة في ليلة الكريسماس. بيتر بيضحك وبيديله الزتونة، اقطع علاقتك بيها فورا، عاملها معاملة الضرايب وجيب من الآخر. بعد ساعة جاك بيسيب المكتب، بيمسي على فرانك حارس الأمن وهو طالع. بدل ما يركب عربيته بيقرر يتمشى لبيته. في السكة بيقف عند سوبر ماركت صغير عشان يشتري مشروب، وهو جوه بيدخل راجل متبهدل عمال يلوح بتذكرة يا نصيب كسبانة $238. الكاشير بيبص للتذكرة بشك وبيرفض يديله الفلوس. الراجل بيتجنن، بيطلع مسدس وبيهدد الكاشير. جاك اللي دايما بيعرف يتفاوض بيتدخل في الحوار، بيعرض على الراجل $200 كاش مقابل التذكرة عشان يخليه ياخد مصلحة سريعة ويمشي. الراجل بيوافق وبيخرجوا هما الاتنين من المحل. قبل ما يمشوا جاك بيحذر الراجل من العنف وبينصحه يشوف مساعدة. الراجل بيبص لجاك بصة غريبة وبيتمتم كلام مش مفهوم إن جاك هو اللي جاب ده لنفسه، وبيختفي في الضلمة. الليلة دي جاك بيرجع بيته وبيدخل ينام طوالي، بس لما بيصحى تاني يوم الصبح بيلاقي الدنيا متشقلبة. في ست نايمة جنبه وحاطة دراعها عليه. في الأول ما بيعرفهاش، بس بعدين بيستوعب إن دي كيت. أنا عارف إن دماغك لفت، ومذهول من اللي بيحصل لجاك وإزاي نام حوت في وول ستريت صحي لقى نفسه متجوز حب عمره اللي سابه من 13 سنة. بس عشان الذهول ده يكمل ونفك الشفرة دي مع بعض، انزل دلوقتي حالا، ارزع اللايك المتين واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. خليك واحد من عيلتنا عشان السهرة دي مش هتحلى غير بيك. يلا بينا نكمل. قبل ما جاك يلحق ينطق، طفلين صغيرين بيقتحموا الأوضة وبينطوا على السرير. البنت الصغيرة بتضحك وبتقول له يا بابا. قلب جاك بيدق بسرعة من الصدمة،
بينط من السرير وهو مرعوب وبينزل جري عشان يهرب. عند الباب بيخبط في أهل كيت وهو متلخبط بيزعق ويسأل فين عربيته الفيراري. بيبصوله باستغراب وبيقولوا له إنهم ما يعرفوش إنه عنده فيراري أصلا، بس بيعرضوا عليه ياخد عربيتهم الكاديلاك. جاك بيسوق ويرجع نيويورك وبيتنفس صعداء لما بيلمح توني البواب واقف بره العمارة بتاعته، بس لما بيحاول يدخل توني بيوقفه وبيحلف إنه ما بيسكنش هنا. جاك بيتجنن بيتخانق معاه، بس توني ناشف معاه. ثواني وبتعدي السيدة بيترسون. جاك بيبصلها عشان تنقذه، بس هي كمان ما بتعرفوش. لما بيهددوه يطلبوا البوليس جاك بيتراجع وبيركب يروح على مكتبه، بس لما بيوصل فرانك حارس الأمن بيرفض يدخله وبيقول له المبنى مقفول ولازم يرجع بكرة. جاك بيصمم إنه رئيس الشركة وبيشاور على أسماء أعضاء مجلس الإدارة اللي على الحيطة، بس بيتصدم وبيتسمر في مكانه لما بيلاقي اسم ألان مكان اسمه. وهو بيرجع لورا في الشارع مش مصدق بيلمح الراجل الغريب بتاع اليانصيب راكب الفيراري بتاعته. جاك بيولع من الغضب وبيواجهه. الراجل بيقول له اركب العربية، بيديله كيس ورق وبيحذره إن التجربة دي ممكن تتعبه. جاك بيطلب تفسير للي بيحصل، بس الراجل بيرد بجملة واحدة، بيقول له دي الحياة اللي كان ممكن تعيشها ومش هترجع لحياتك الحقيقية غير لما تفهم الليلة فيها ايه. وقبل ما جاك يقادل الراجل بيزقه بره العربية، بيرميله جرس صغير وبيطير بالعربية. جاك ما بقاش قدامه حل تاني غير انه يرجع لكيت. بيوقف واحد في الشارع عشان يسأله على بيتها، بيكتشف ان الراجل ده المفروض انه اعز اصدقائه آري. جوه بيت آري جاك بيشوف صور لنفسه مع كيت والعيال. آري بيقعد يحسده ويقول له انت محظوظ، زوجة بتحبك، بيت كبير وعيلة زي الفل. بس جاك مرعوب من الفكرة. بيرجع البيت كيت بتحضنه وبعدين بتمسح بكرامته الأرض عشان اختفى فجأة. جاك بيحلف لها إنه كان في نيويورك وما عندوش عيلة أصلا. كيت بتبرق له وتلف عينيها، قرفت من حججه. جاك بيمسك الجرس الغريب ويهزه عشما في معجزة، بس مفيش أي حاجة بتحصل. بنته بتنادي عليه ينزل وكيت بتفكره إنه فوت على العيال فتح هدايا الكريسماس. جاك بيتأسف وهي بتقول له يجهز عشان حفلة عيلة تومسون اللي هو المفروض بيعشقها. بيدور في الدولاب ما بيلاقيش غير هدوم رخيصة وموديلاتها قديمة. في الحفلة واحدة اسمها إيفلين تومسون بتقعد تسبل لجاك وتعكسه وهو مش على بعضه. ولما بيرجعوا البيت كيت بتطلب منه ينزل يمشي الكلب وبيعمل كده وهو طالع عينه. تاني يوم الصبح جاك بيصحى على صوت عياط بيبي رضيع، بيخبط على باب الحمام ويسألها يعمل ايه. بتفكره انه ده يومه عشان يشيل الليلة مع العيال. جاك ما يعرفش ألف باء تغيير حفاضات من وول ستريت لغيار البامبرز، دي سقطة تاريخية. بنته آني بتساعده وبعدين بتقول له انت اكيد مش ابويا الحقيقي. جاك بيوافقها وبيقول لها انه ما يعرفش ابوها الحقيقي فين، بس اكيد راجع قريب. آني بتقف على الكرسي بتبص في وشه وبتقول ان الفضائيين عملوه شبه ابوها، وبعدين بتسأله لو يقدر يعمل لها لبن بالشوكولاتة. جاك بيعمله وهي بتضحك وتقول له اهلا بيك على كوكب الارض. بعدين آني بتوديه المكان اللي بيوصلوا فيه اخوها الصغير جوش للحضانة، وبعدين بياخده على مدرستها وقبل ما تمشي بيسألها هو شغال فين. آني بتبصله كأنه مجنون وبتقول له انت بتبيع كاوتش في محل بيج إد. جاك بيروح محل الكاوتش بتاع حمائد، بيدخل ويسأل موظف لو ليه مكتب خاص. الموظف بيشاور له على أوضة صغيرة ومتكركبة، جواها بيشوف صور على الحيطة لحياة هو ما عاشهاش. وهنا بيستوعب الزتونة، جاك في العالم ده مركبش الطيارة لندن، ده فضل مع كيت. بالليل في البيت نايم على السرير وبيتفرج على الأخبار والمذيع بيعلن عن أكبر اندماج شركات في التاريخ. دي الصفقة اللي كان المفروض هو يعملها. جاك بيزعق للتلفزيون، دمه محروق إن في حد تاني بياخد اللقطة مكانه. تخيل تبقى متغاظ من نسخة تانية منك بتعمل اللي كنت بتحلم بيه. فجأة كيت بتدخل مبتسمة وبتقفل التلفزيون وبتقول إن العيال ناموا. بتقرب منه وبتبوسه. جاك بيوقفها وبيقول لها انت ازاي بقيتي قمر كده. بتتكسف وبتروح تغير هدومها وتلبس حاجة شيك، بس لما بترجع بتلاقي جاك عامل نفسه نايم، دماغه عمالة تودي وتجيب، بيحاول يلاقي أي مخرج يرجعه لحياته الحقيقية. تاني يوم العصر جاك وكيت بيلفوا في محل هدوم غالي. جاك بيقيس بدلة متفصلة عليه بالملي ومخليه شكله برنس. كيت بتنبهر بشياكته، بس لما بتبص على التيكت وتلاقي تمنها $2400 ملامحها بتتغير للصدمة. بتقول له فورا البدلة غالية نار وإن شراها ده جنان رسمي. جاك بيركب دماغه وبيصمم يشتريها، وبتبدأ خناقة وملاسنة بينهم قدام الناس. بعد دقايق من الشد والجذب جاك بيجيب ورا وبيتنهد وبيعلق البدلة تاني من غير ما يشتريها. في العربية وهم مروحين جاك بيتأسف على الخناقة، وهم ماشيين في شوارع الضاحية الهادية الكلام بياخدهم للذكريات. كيت بتفكروا ازاي حياتهم اتبنت، الحمل اللي جه فجأة وشقلب كيانهم، وازاي جاك عمل تنفس صناعي لحماه قد وانقذ حياته من أزمة قلبية. وده اللي خلاه يشتغل في محل الكاوتش لحد ما نقله للبيت
ده. جاك بيسمع وهو ساكت، بيجمع قطع البازل وإزاي قرارات صغيرة وصلتهم للحياة دي. تاني يوم العصر جاك بيروح يلعب بولينج مع أصحابه في الجيران زي عادتهم كل أسبوع، مع إنه متخيل إنه لعيب ومفيش منه اتنين. الكور كلها بتيجي في المجرى وما بيجيبش ولا نقطة. أصحابه بيبصوله باستغراب من الأداء المتواضع ده. في فترة الراحة جاك بيقابل إيفلين تاني، الست بتاعت الحفلة. بيفتكر هي عملت إيه فبيسألها بصياعة لو في حاجة بينهم. الست بتجيب من الآخر وبتقول له الحقيقة، وبتقر إن الفستان الشيك اللي لبسته في الحفلة كان عشان تلفت انتباهه، وبتعزمه على بيتها في الويك اند وبتقول له إنها هتكون لوحدها. جاك بيحكي لصاحبه آري على اللي حصل وبيسأله على عنوان الست دي. آري بيتصدم إن جاك بيفكر في كده أصلا، خصوصا إن الموضوع ممكن يقلب بغم، بس جاك مش شايف أزمة طالما الموضوع في الذرة. آري بيحبط منه وبيفكروا إنه متجوز أحسن ست في الدنيا، وإنه كده هيبوظ كل حاجة عشان نزوة. لما بيرجع البيت بالليل بيكتشف إن كيت كلت آخر حتة من كيكة الشوكولاتة المفضلة بتاعته اللي كان شايلها على جنب. الموضوع بيقلب بهزار وجري ورا بعض في البيت. جاك عامل نفسه متعصب وكيت بتضحك وبتزوغ منه. في الآخر بيقعوا هما الاتنين على السلم وبياخدوا بعض بالحضن ويبوسوا بعض في نور الطرقة الخافت. بس لما الجو بيسخن وهياخدوا الخطوة اللي بعدها جاك بيفشل إنه يقول الكلمة السرية اللي دايما بتخلي كيت في المود. كيت بتسكت فجأة وتقفل منه وبتسيب الأوضة وتمشي. جاك قاعد لوحده بيلاقي شريط فيديو قديم بيتفرج على حفلة عيد ميلاد لكيت من سنين. بيشوف نفسه وهو صغير بيفاجئ كيت بأغنية طالعة من القلب وسط أصحابهم. بيشوف وش كيت منور بالفرحة والحب الصافي وهي بتتفرج عليه بيغني. ذكرى حاسس إنها قريبة منه وغريبة عليه في نفس الوقت. الصبح بدري تاني يوم جاك بيصحى على عياط الرضيع جوش. بيقوم وهو نايم على نفسه، بيحضر الببرونة ويأكله وينيمه تاني. بيرجع الأوضة بيلاقي كيت قاعدة على السرير وماسكة هدية متغلفة شياكة بتقول له كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد جوازهم، وعينيها بتلمع من الفرحة وهي بتستعجله يفتح الهدية. جاك بيقطع الغلاف بيتفاجئ إنها البدلة الغالية اللي شافوها في المحل، جابته عيد جوازهم. وشه بينور بمفاجأة وتقدير حقيقي. بس لما كيت بتبصله ومستنية هديتها الفاس بتقع في الراس، وجاك بيستوعب إنه نسي عيد جوازهم أصلا. الفرحة بتطير من وش كيت وبيبان عليها الجرح. جاك بسرعة بيوعدها إنه هيعوضها، بس خلاص الزعل حصل. بعد الظهر وهو بيعمل لبن بالشوكولاتة لآني، البنت اللماحة بتقوله إنها كان المفروض تنبهه لعيد الجواز. بتشرح له إن أبوها دايما بيجيب حاجة مميزة لأمها في اليوم ده، زي إنه سمى نجمة في السماء على اسمها في سنة من السنين. جاك بيسألها لو أبوها أخد أمها للمدينة قبل كده، وعين البنت بتلمع وبتقول إنها فكرة عبقرية. بالليل جاك بيفاجئ كيت بحجز في فندق فخم جدا في منهاتن. قاعدين على ترابيزة على ضوء الشموع بياكلوا أكل ملكي ومزيكا بيانو هادية شغالة في الخلفية. جاك اللي كان زبون المطعم ده لما كان غني في عالمه التاني بيطلب أطباق مخصوصة بثقة معلم. بيحاول يطلب إزازة نبيذ غالية نار، بس كيت بتوقفه وبتقول له إن $800 ده تبذير رسمي، فبيقلب على كوبايتين نبيذ عاديين. لما بتشتغل أغنية رومانسية جاك بيقف ويمد إيده لكيت عشان يرقصه، مع إنها بتعترض في الأول وبتقول إن الناس ما بترقصش في الأماكن الفخمة دي. جاك بيصمم وبياخدها لمساحة فاضية جنب البيانو. بيرقصوا مع بعض والمزيكا لفاهم، والناس في المطعم بتبص لهم ومبتسمة. عازف البيانو بيهز لهم رأسه بإعجاب وبيعزف بإحساس أعلى، وكيت سند راسها على كتف جاك. بعدين وهم بياكلوا الحلو جاك بيفتح قلبه وبيحكي عن مشاعره المتلخبطة. بيعترف إنه دايما حاسس إنه عايش حياة حد تاني، وإن الراجل الواثق من نفسه اللي كان بيمشي بجورنان وول ستريت ده كأنه شخص غريب عنه. بيتفاجئ لما كيت بتعترف إنها هي كمان أحيانا بتحس بنفس التوهان في طريقها. ولما بتسأله إيه الحاجة اللي هو متأكد منها جاك ما بياخدش ثانية تفكير، بيقول لها إنه متأكد 1,000,000% إن مفيش مكان في الدنيا يتمنى يكون فيه غير هنا معاها. بعد العشاء بيروحوا أوتيل 7 نجوم. جاك بياخد كيت في حضنه بيهمس لها إنه لسه بيحبها بعد كل السنين دي. المشاعر اللي جواه بتفاجئه هو شخصيا. وفي حتة تانية في زمان تاني جاك بتاع الشركات خسر صفقة ب1,000,000,000 ومش فارق معاه أصلا. في الأيام اللي بعدها جاك بيبدأ يستمتع بجد بوقته مع آني وجوش، ولما كيت بتبوسه قبل ما ينزل شغله كل يوم بيلاحظ إنه بدأ يحس بالفخر بشغله في محل الكاوتش. روتين الشغل والعيلة البسيط بدأ يحسسه بالدفى بدل الخنقة. في يوم الظهر بيتر مدير جاك القديم في حياة الشركات بيجي محل الكاوتش بعربيته اللي الكاوتش بتاعها نام، وجاك بيصلحه. بياخدهم الكلام عن البيزنس. جاك بيرمي كلمة كده إزاي صفقة الاندماج المليارية الأخيرة كان ممكن تتقيم ب130 مليار بدل 122 مليار لو غيروا طريقة التفاوض. حواجب
بيتر بتترفع من الصدمة. إزاي بياع كاوتش بسيط يفهم في الكلام التقيل ده؟ قبل ما يمشي بيتر بيدي جاك عنوان وبيصمم إن هو اللي يسلمه العربية بنفسه بعد ما تتصلح. تاني يوم الصبح جاك بيوصل مبنى شركته القديمة وهو لابس بدلة غالية ومتشيك على سنجة 10. بيتر وألان بيستقبلوه في اللي كان المفروض مكتب جاك أصلا. جاك بيعترف إن تجارة الكاوتش بتاعته ما تجيش حاجة جنب إمبراطوريتهم المليارية، بس بيبدأ يحلل شخصياتهم ونواياهم بالملي ويفصصهم قدام نفسهم. بيتر بينبهر بيه لدرجة إنه بيعرض عليه وظيفة في الشركة فوراً، ولما جاك وألان بيبقوا لوحدهم وش ألان بيتغير وبيقلب على الوش التاني. بيبدأ يهدد جاك من تحت لتحت وبيحذره يبعد عن شغلهم. بدل ما جاك يخاف بيضرب غطس في الضحك على تحول ألان المفاجئ، بيخبطه على كتفه وبيمشي ويسيب ألان واقف يكلم نفسه ومش فاهم حاجة. بعدها بكام يوم جاك بياخد كيت يتفرجوا على شقة خرافية في منهاتن، بيشرح لها إن دي هتبقى مثالية للمنصب الجديد اللي اتعرض عليه. مع إن كيت مقدرة النية بس بتفكروا بالراحة إنهم سابوا المدينة أصلا عشان يربوا عيالهم في بيئة أنظف. جاك بيحاول يقنعها إنهم أخيرا هيعيشوا العيشة المرتاحة اللي كانوا بيحلموا بيها، بس كيت بترد إن ده معناه إنها تدور على شغل جديد وتطلع العيال من مدرستهم. جاك بيقترح يفضلوا في الضحية وهو يسافر كل يوم. كيت بتخاف إن زحمة الطريق هتاكل وقته ومش هيقعد مع العيلة. في الليلة دي في بيتهم الدافي جاك بيلاقي كراسة جواها تذكرة طيران، تذكرة من لندن لنيويورك. بيكتشف إن في العالم ده هو سافر لندن يدرس بس رجع في اليوم اللي بعده على طول. لما كيت بتدخل وشها بيجيب ألوان لما بتشوف التذكرة، صوتها بيترعش وهي بتعترف إنها كانت مرعوبة زمان لما ركبت الطيارة، خايفة تضيعه ويقبض. بس لدهشتها جاك رجع البيت تاني يوم من غير أي مبرر، اختار يكون معاها ودموعها في عينيها. كيت بتعترف إنها بتحبه أكتر من أي حاجة وبتقوله إنها مستعدة تفكر في عرضه وينقله نيويورك. هي مش عايزة تسيب حياتها هنا، بس لو جاك فعلا عايز يعيش في نيويورك هتروح معاه، عشان اللي يهمها بجد هو إنها تكون مع الشخص اللي بتحبه مش المكان اللي عايشين فيه. جاك أخيرا بيفهم الزتونة، اللي يهم بجد هو لمتهم كعيلة. حبها اللي من غير شروط بيخلي جاك يعجز عن الكلام من كتر التأثر. تاني يوم الصبح كيت بتسمع ضحك العيال بره، بتشوف جاك بيلعب معاهم. هو اختار يفضل معاهم وما يسافرش. بنته بتحضنه وبتقوله نورت بيتك يا بابا، كنت عارفة إنك هترجع. في نفس اليوم وجاك رايح يشيل التلج من الجراج بيسمع صوت جرس عجلة، دي بنته تاني. بس في حاجة مش مظبوطة. في السوبر ماركت جاك بيتذمر إن $5 كتير على كيس ملح للتلوج، بس فجأة بيلمح كاش بتاع اليانصيب. جاك بيترعب، بيحس إن كاش ده هو اللي هيرجعه لعالمه القديم. بيزعق وبيقول إنه مش هيسمح له يرجعه دلوقتي، مش بعد كل اللي عاشه ده. كاش بيرد عليه بكل برود وبيشرح له إن اللمحة اللي أخدها في الحياة البديلة دي طبيعتها إنها مؤقتة. جاك بيحاسب على حاجته وبيخرج، بيكلم نفسه إنه لازم يلحق يرجع لعياله. بيرجع البيت بيطمن على جوش وهو نايم وبيغطي آني في سريرها، والبنت وهي نايمة بتسأله هو الصبح طلع ولا لسه. جاك بيطمنها بصوت واطي إنه لسه بالليل وبيهديها عشان تنام. بيدخل الأوضة بيلاقي كيت نايمة في سريرها. جاك بيقعد جنبها وبيترجاها ما تنساهوش أبدا، بيخليها توعده يفتكروا زي ما هو في اللحظة دي بالظبط، وهي مستغربة بس بتوعده. جاك بياخد كلبه وينزل يمشيه لآخر مرة في الشوارع الهادية. التلج بيبدأ ينزل تاني زي ليلة كريسمس أياها، وجاك عارف ومستني اللي هيحصل. بيرجع البيت تاني بيقعد على كرسي جنب السرير وعينيه ما بتنزلش من على كيت. بيحاول يقاوم النوم، مش عايز يمشي بس النوم بيغلبه. لما بيصحى بيلاقي نفسه لوحده في سريره الفخم في البنت هاوس، مفيش عيلة مفيش دفى. وهو بيحاول يخرج باولا بتظهر على بابه وبتقول له هابي هوليديز، بس هو بيرد ان الكريسماس خلص خلاص. بيركب عربيته ويطير على بيتهم القديم في نيو جيرسي عشان يلاقيهم تاني، بس واحد غريب بيفتح له. كيت ما بتسكنش هنا. وهو سايق راجع جاك بيجيله تليفون صفقة ال120 مليار بتبوظ. بيطير على المكتب عشان يلحق ينقذها. في المكتب ألان بيلاحظ ان جاك متبهدل ومش على بعضه، بس بيدخل في موضوع أزمة الشركة فورا. جاك بيوافق بجمود انه هيدير المفاوضات وبيقول بنبرة ميتة انه هيسافر يقابل الشركة التانية، بس هو من جواه منتهي ومطفي، ما بقاش الراجل المتحمس بتاع زمان. في الليموزين وهو مروح جاك بيعمل مكالمة وبيجيب عنوان كيت الحالي. بيوصل بيلاقي عمال النقل بيعبوا حاجاتها عشان هتنقل لباريس تمسك منصب تقيل في مكتب محاماة. لما كيت بتسأله لو اتجوزت كيت بترد ببساطة لأ، وبتديله كرتونة فيها حاجته القديمة وبتقوله إن ده السبب اللي خلاها تكلمه أصلا. جاك بيسألها لو ينفع يشربوا كافي مع بعض
بعض بس هي ما بتوافقش، وبدل ما ترد بتديله الحاجات اللي سابها من سنين. والعمال بينقلوا العفش، جاك بيسمع المساعدة بتاعت كيت بتجيب سيرة طيارة الساعة 7 بالليل، بيسألها لو عمرها فكرت ايه اللي كان ممكن يحصل لو ما كانوش سابوا بعض من 13 سنة. هي ما بتبقاش عارفة ترد تقول ايه، وفي النهاية بترفض طلبه يقابلها تاني بلطافة وبترجع تكمل لم في حاجاتها. جاك بيتفرج عليها وهي مشغولة في العزال وبيمشي في هدوء. بيرجع الليموزين، بيؤمر السواق يوديه بيته بدل المطار لاجتماع الشغل، وهناك بيقلب في الكرتونة اللي أخدها من كيت وبيلاقي صور قديمة لحياتهم مع بعض. اللحظة دي بتخليه يحسم قراره، بيجري على عربيته وبيطير على المطار، بيغرز بين العربيات ويسابق الزمن. جوه المطار بيدور زي المجنون في وسط الزحمة لحد ما يلمح كيت عند البوابة بتاعتها، بينده على اسمها وبيفتح قلبه ويطلع كل اللي جواه. بيوصف لها بيتهم في نيو جيرسي، عيالهم الأمارات الاتنين وعمق حبهم لبعض. بيقول لها بيتنا كان مكركب بس كان بتاعنا، وبيقول لها حتى لو كان ده كله مجرد حلم فمفيش حاجة في الدنيا حس إنها حقيقية قده. وبيأكد إن حياته معاها خلته إنسان أحسن. بيترجاها وبيقول لها إن الحياة دي هتختفي للأبد لو مشيت، ودموعها مغرقة وشها. كيت بتتردد بس في النهاية بتوافق تفضل على الأقل لليلة دي. بياخدوا بعض ويقعدوا في كافيه في المطار، بيفضلوا يتكلموا ساعات، بيضحكوا ويفتكروا أيام زمان وهم قاعدين مع بعض وسط المسافرين اللي بيجروا يلحقوا طياراتهم. جاك أخيرا بيحس إنه في المكان اللي المفروض يكون فيه بالظبط. وهنا بتخلص حكايتنا، وبكده يا وحش نكون وصلنا لنهاية الفيلم. قولي بقى في الكومنتات لو كنت مكان البطل ولقيت نفسك في حياة تانية ومطلوب منك تختار بين الفلوس والمناصب، بين العيلة والحب، كنت هتعمل ايه؟ مستني رأيك تحت، ومستني أشوف اللايك المتين بتاعك اللي بيفرحني، واشترك في القناة لو لسه ما نورتناش. سلام يا وحش.